كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم. خلاص دخلنا في العشر أيام الأخيرة. يا رب كده يكون مر عليكم بالخير وبالبركات وبالمغفرة. العشر أيام الأخيرة طبعا فيهم ليلة القدر. نتمنى لكم يا رب كل واحد يكون عنده أمنية في حياته يتمناها ويلاقيها ويجدها، وفي السنة الجاية يكون أحسن وأحسن لكل الأسر وكل العائلات وكل الأمة الإسلامية والعربية، ويفك عن غزة وأهل غزة وكل أطفالنا وأهالينا في غزة بإذن الله. طبعا لا حديث في التوقيت الحالي. الأزمة بتاعت الأهلي والزمالك، أو مش الأهلي والزمالك، إن الزمالك مش طرف الأزمة صراحة، هو الأهلي. الأزمة بتاعت النادي الأهلي مع الرابطة مع الاتحاد مع اللجنة الأولمبية خلاص، يعني بدأت تخش في طي النسيان شوية. بدأنا نخش في منتخب مصر ومنتخب أثيوبيا اللي هيلعبوا مباراة مهمة جدا جدا. الثلاث نقاط مهمين بالنسبة لحسام حسن. نفس القصة بين مباراة سيراليون يوم الثلاث بإذن الله. نتمنى التوفيق للكرة المصرية. 6 بونت يعني قرب حوالي عن 95 أو 90% من التأهل لكأس العالم أمريكا 27، ويبقى للمرات الأولى أن مصر تصل لكأس العالم في وقت مبكر، مش زي المراحل الأخيرة أو مباراة فاصلة. كل الكلام ده شفناه في سنوات كتيرة جدا، مع ان طبعا بنتكلم على اجيال كتيرة جدا مرت على الكرة المصرية، اجيال عظيمة. انما في التوقيت الحالي عندنا بعض الاسماء اللي لها دور كبير جدا، غير طبعا ان كأس العالم الجديد بشكله ب 48 منتخب بيسهل المأمورية على منتخبات كتيرة جدا، وبيزود الرقعة بالنسبة لكل المنتخبات أو معظم المنتخبات الأفريقية التي لم تشارك في كأس العالم المشاركة، وتكون أحد المفاجآت في كأس العالم أمريكا. طبعا أزمة الأهلي لسه ما انتهتش. الأهلي لسه عنده مرحلة كبيرة جدا. هيلعب في كأس الرابطة النهاردة بإذن الله. لسه طبعا عنده شوط كبير النادي الاهلي. الزمالك مش طالع في الموضوع ده، وجهة نظري الشخصيه، لان الزمالك اتعامل بشكل قانوني زي ما حصل مع الزمالك الموسم الماضي. صحيح الامور مختلفه، ولكن في النهايه الزمالك من حقه انه يكون الثلاثه بونت بتوعه، ومن حقه كمان انه يطالب بعدم اعاده المباراه. النادي الاهلي هو في التوقيت الحالي اللي عمل بيان، والبيان كان قوي جدا، بيان بعدم حضور المباراه، وقد كان بيان بعدم استكمال الدوري اذا استمرت الامور على ما هي عليه. ده اللي هيبان في الفتره الجايه بالنسبه للنادي الاهلي وكمان الرابطه والاتحاد. صراع كبير وخفي بين احمد دياب وبين هنا وبريده. صراع واضح على السطح. هو مش خفي، هو خفي بالنسبه للناس اللي ممكن ما تكونش يعني في المطبخ، انما واضح على السوشيال ميديا ان في صراع كبير جدا بين احمد دياب وما بين كمان هنا بريده. هل الرابطه شرعيه؟ لا، انا اعتقد يعني هنا بريده عندما تولى اداره الاتحاد كان المفروض يقول الكلام ده، مش يجي في الوقت الحالي يقول لك احنا لنا فلوس و27 مليون جنيه ويعمل جواب من خطاب من تحت بيمرروا كده للاعلام علشان يضايق احمد دياب. طبعا كله مش في مصلحه الكره المصريه، ولا في مصلحه الانديه المصريه، ولا في مصلحه المنتج المصري اللي هو الدوري المصري، اللي بنحاول احنا من خلالنا ومن خلال الناس اللي موجودين ومن خلال المشاهده والمتابعه وال 120 مليون ان يرجعوا الدوري المصري تاني كاقوى دوري في المنطقه العربيه، لانه ساب المكان ده وراح في اماكن تانية بعيده جدا عن اقوى دوري او ممكن يكون في المتابعه في المشاهده. ولكن في كره القدم والفنيات اعتقد ان الدوري السعودي في الوقت الحالي هو الاعلى والاميز والاقوى. حتى في دوريات جنبنا في المنطقه العربيه بقت اكتر تنظيم، اكتر كمان استقرار، اكتر احترافيه، لوائح، قوانين. دي مش موجوده عندنا في مصر، وبالتالي على الاتحاد المصري وعلى الرابطه. نرجع تاني لموضوع الرابطه. هل الرابطه شرعيه؟ الرابطه طبعا مش شرعيه، ودي مش مشكله هنا بريد، دي مشكله انديه. لان انديه عندما عملت اجتماع او دخلت اجتماع في بدايه السيزون، كانت الرابطه في نهايه العهد بتاعها فكره ان هي الانتخابات بتاعتها لم تتم، وبالتالي كان المفروض عدم الموافقه على بعض اللوائح وبعض القوانين وعدم الموافقه على الرابطه. لكن عشان الامور عندنا كلها بتعدي بالشكل ده في كره القدم، يقول لك يعني نعديها وهنكمل، هنشوف الفتره الجايه هيحصل ايه. بدانا نشوف المشاكل في توقيت الحال. هل احمد دياب وبعد كده يعتذر عماد متعب على الهواء؟ ما اعرفش برضه. عماد متعب اعتذر على الهواء، وكان المفروض الاعتذار بتاع عماد متعب يكون من بدري خالص، او عدم التواجد في الرابطه اذا كان هو بيقول ما فيش مقر، والكلام ده انا قلته قبل كده. بيقول ان الاجتماعات كلها على الواتس، انا قلت الكلام ده قبل كده. وبالتالي طبعا كل الكلام ده بيقلل كتير جدا من شكل الدوري المصري.
طبعا الاهلي عنده موقف، والرابطه عندها موقف، والاتحاد عنده موقف، والوزاره في التوقيت الحالي عندها موقف. هنشوف مين اللي هينجح في الاخر، ولكن انا مع الشرعيه، مع القانون، مع احترام اللوائح، ومع احترام كرة القدم المصرية، ومع احترام اسم الدوري المصري في الفترة الجاية. الأهلي عنده حق في أمور كتيرة جدا. أنا قلت الزمالك مش طرف، الاتحاد ما عندوش أي حق لأن هو اللي مفروض اللي بيدافع عن حقوق الأندية. الرابطة برضو ما عندهاش أي حق، لأن كان المفروض من البداية يكون كل الكلام على أساس سليم لمصلحة الأندية ومصلحة كمان الدوري اللي هي بتنظمه وهي بتديره. نروح طبعا للمنتخب المصري والكابتن حسام حسن واختياراته، واثار لغط كبير جدا جدا في الفتره الاخيره، وخصوصا لبعض الاسماء، وخصوصا ان هو ما اختارش باك ليفت كمان. وفي التوقيت الحالي انا شايف ان كريم الدبيس مع النادي الاهلي بيأدي بشكل ممتاز جدا، كان المفروض يكون موجود، او كريم حافظ، وخصوصا ان انت ما عندكش باك ليفت خالص. لو محمد حمدي ما كانش مصاب كنت ممكن تعتمده، وبالتالي كان المفروض على الاقل ان انت تاخد لعيب من ده، ولكن هي اختيارات. النقطة الثانية كابتن عمر جابر، امتى عمر جابر يخش المنتخب؟ انا ما اعرفش. عمر جابر بيأدي بشكل ممتاز جدا مع الزمالك. عمر جابر في التوقيت الحالي واحد من احسن الباكات رايت اللي موجود بالنسبة للدوري المصري. ليه ما يخشش المنتخب؟ هل عندك خلاف شخصي معاه؟ لو عندك خلاف شخصي معاه ده منتخب مصر، لا هو منتخب خالد بيوم ولا منتخب حسام حسن ولا منتخب اي حد اخر، ولكن منتخب مصر المفروض اللعيب اللي يجيد واللي يشتغل واللي يأدي واللي يجتهد يكون موجود في ضمن القائمة. ده كان المفروض. زي ما اتكلمت على كريم الدبيس بتكلم على عمر جابر. وان كان عمر جابر بوجهة نظري عدم تواجده واضح ان في مشكله شخصيه مع الناس اللي موجوده في الجهاز الفني. اللعيب الثالث هو مهند لاشين، لعيب 6 دايره، بيقدم واحده من احسن مواسمه مع نادي بيراميدز، كان المفروض يكون موجود. صحيح عندك بعض الاختيارات زي محمد شحاته، زي دونجا، زي مروان عطيه، انما انا شايف ان مهند لاشين لعيب يديك دكه جيده لمروان عطيه، دكه جيده كمان لاي لعيب، لانه عنده خبرات ممتازه جدا مع المنتخب المصري. لما وصلنا فاينل قضى ضرب الجزاء مش مشكله، ولكن اللعيب عنده القدرات بتاعت مركز 6 بشكل ممتاز جدا، وبالتالي ده كان المفروض يكون متواجد. نروح للثالثه او للرابعه. مستحيل طبعا يكون عندنا هداف الدوري المصري، واحد من احسن لعيبه الكره المصريه في الوقت الحالي، واحد ممكن نلعب بثلاث اربع اماكن في وسط الملعب، بيلعب 10 اداها بشكل ممتاز جدا مع مارسيل كولر. مع تغيير الطريقه والبوزيشن تالق امام عاشور. لعب 8 اكتر من رائع، ولعيب امكانياته فنيه جدا، انه بيلعب بوكس تو بوكس، اللعيب الوحيد اللي ممكن يشوط من خارج خط 18، اللعيب الوحيد اللي ممكن تلاقيه مباشر على الجول بسرعه كبيره جدا، اللعيب الوحيد اللي ممكن يوصل لل 18 بجزء من الثانيه يساعد الثلاثه اللي قدام. اللعيب اللي ممكن يلعب في 3 مراكز، يلعب على اليمين ويلعب على الشمال ويلعب تحت راس الحربه، وبالتالي بتتكلم على لعيب هداف دوري، فنيا ممتاز، امكانياته عاليه جدا، فايق، يعني يضيف للمنتخب المصري. عدم اختياره برضو عليها علامه استفهام، وجهه نظري كبيره جدا من كابتن حسام حسن. وفي النهايه انا اتفهم ليه ممكن ما ياخدش كريم الدبيس وكريم حافظ، اتفهم ليه ما ياخدش عمر جابر، وان كنت قلت ان عمر جابر ممكن يكون عنده مشكله معاه. مهند لاشين لانه خد محمد شحاته ودونجا، عنده حمدي فتحي وعنده مروان عطيه، ممكن حد يقوم بالدور ده. انما انا شايف ان السته كمركز 6 اللعيب الوحيد اللي ممكن يشتغل مع مروان عطيه هو مهند لاشين، ولكن الوحيد او اللعيب اللي المفروض يكون موجود ضمن قائمه المنتخب المصري ومن اللعيبه الاوائل ويتحط ومن بدون كلام ونقاش هو امام عاشور. تتكلم عن واحد هداف الدوري، لعيب نص ملعب، ولكن في كل التكتيك اللي اتلعب بيه، اللي لعب بيه مارسيل كولر، اذا كانت 3-4-3 او 3-5-1-1 او 3-4-2-1 او 4-3-3، امام عاشور كان نجم، كان امكانياته الفنيه عاليه جدا. وبالتالي انا شايف انه يساعد مع مرموش، يساعد مع تريزيجيه، ويساعد كمان مع صلاح ومصطفى محمد. لو لعبت 4-3-3 امام عاشور ينفع، لو لعبت 3-4-3 امام عاشور يكون موجود، وبالتالي ده كان المفروض يكون موجود. طبعا انا عارف ان فكره الباك ليفت هو هيحاول يعمل تعديل، يلعب بثلاث قلوب دفاع، ويلعب بتريزيجيه على دايره نص، على طرف نص الملعب الشمال، والناحيه اليمين يلعب بزيزو، ويلعب باثنين دايره
اللي هم مروان عطيه وحمدي فتحي، ويلعب بثلاثه اماميين، عمر مرموش طبعا، مصطفى محمد ومحمد صلاح، وثلاث قلوب دفاع منهم محمد هاني. وبالتالي ده التفكير اللي في دماغ كابتن حسام، علشان كده اختياره وعدم اختياره لكريم دبيس او كريم حافظ او اللعيبه اللي بتلعب كاطراف، خصوصا في اصابه محمد حمدي، هو بيفكر في كده، عاوز يختار لتريزيجيه مكان، عاوز يلعب بالتشكيله بتاعه الثلاثه، عاوز يبدا بحمدي فتحي، كمان ممكن يبدا بحمدي فتحي كلاعب قلب دفاع، ولعب بيه كتير جدا، لعب كورته من تحت كويس، وهنا في التوقيت ده كان ينفعك امام عاشور، كان يشتغل معاك كويس جدا. عموما خلاص الاختيارات تمت. احنا عندنا بكره مباراه مهمه جدا مع اثيوبيا، مباراه بعدها مع سيراليون، نتمنى التوفيق لحسام حسن، نتمنى يكون وفق في اختياراته بنسبه 100%، نتمنى كمان انه يرمي صفحه المشاكل الاداريه شويه او الشخصيه مع بعض اللعيبه او التاديبيه لبعض اللعيبه على جنب، ويفكر في منتخب مصر. انا اعتقد ان اي لعيب بيلعب في بطوله الدوري يتمنى، او بطوله افريقيا يتمنى ان يكون موجود ضمن تركيبه المنتخب المصري. تحياتي. وطبعا هنشوف الفترة دي فترة راحة للأزمات الكتيرة جدا اللي موجودة ما بين الرابطة والاتحاد والنادي الأهلي لموضوع المنتخب. بيكسب المنتخب بعد كده هنرجع نشوف إيه هي الأزمات، هل تم حلها من اللجنة الأولمبية، هل تم حلها من الاتحاد، هل تم حلها من الوزارة، ده اللي هيبان في الفترة الجاية. نتمنى لكم التوفيق وكل سنة وانتم طيبين، وأتمنى يا رب بإذن الله رمضان يتم عليكم بكل خير وعلى كل الأمة العربية والإسلامية وكل حبايبنا وأهلنا اللي متواجدين. تحياتي.